الإعلاميين الكبار الأستاذة شوكار سعد الإعلامية الكبيرة الإعلامية، أستاذ محمد مبارك رئيس بتاعنا كلنا، أستاذة نجوى حسن الصحفية، والأستاذة هند السيد المصورة الصحفية. ده طقم واحد أنا برحب بيه لأن دول طقم جريدة الشرق الأوسط. تحية للشرق الأوسط اللي بتعمل للفنانين وأدباء وشعراء وندوات وصالونات، بتعمل لكل الإنتاج الفني والثقافي في اسكندرية. بنشكرها جدا جدا وبنشكر حضورهم. بالنسبة للمسرح والتمثيل المسرحي، في معانا الأستاذة سهير عبد الغفور. أستاذة سهير عبد الغفور أستاذة مسرح، أستاذة التربية المسرحية في مديرية التعليم التربية والتعليم. بنستضيفها ونقول لها اتفضلي معانا. أستاذة سهير، أنا أشكرك إن أنت جيتي في الجو ده. أنا سعيد بوجودي مع حضرتك. موجهة التربية المسرحية في مديرية التربية والتعليم، وبتخلق أجيال وعملت أجيال من الفنانين المسرحيين الأطفال وأجيال من الشعراء أطفال مدارس. يعني هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي، وبرضه هنفتح مجال الأسئلة بعد ما تتكلم هي الأستاذة في هذا المجال. اتفضلي واتفضلي سريعا. سؤال عام جوه كل أم وجوه كل أب وجوه كل موهبة، إلى متى؟ إلى متى إيه بقى؟ إلى متى أحلمك أعني منه إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى سنظل في خير كتمان للمواهب المدرسية؟ هقول لحضرتك حاجة. زي ما احنا متفقين وزي ما كل الناس بتقول إن اسكندرية هي أساس المواهب في كل المجالات الفنية والثقافية. المشكلة إن احنا بنتسلم الموهبة، لسه بقول للأستاذة منال، من مرحلة الحضانة، وبينتهي تعاملنا معاها بانتهاء الدراسة، بانتهاء المرحلة الثانوية، وتسلم بعد كده للجامعة. للأسف الشديد، وقد يكون في قدر من التقصير مننا برضه في التواصل مع وسائل الإعلام والنشر. احنا في المسرح المدرسي والأنشطة الثقافية والفنية في التربية والتعليم لا نجيد الدعاية لإنجازات أولادنا. ده يعتبر قدر من التقصير، وإنما عملهم بيثبت بعد كده ان هم في الجامعه وبيتجهوا للمجالات الفنيه والثقافيه بيثبتوا قدر كبير. يعني احنا مجرد ان احنا بنحط البذره في المرحله السنيه دي، وبتنضج بعد كده وبتترعرع وبيثقلوها بالدراسه. كتير جدا من ولادنا اللي بتستحوذ عليهم الموهبه بتاعتهم بيتجهوا لدراسه الفن واقسام المسرح واكاديميه الفنون. وكتير من ولادنا اللي حاليا نجوم تلفزيون وسينما من ابناء المسرح المدرسي، كتير بتشوفوا نجوم كبار جدا ساعه ما بيقعد يتحدث عن نفسه يقول انا كنت بدايتي في المسرح المدرسي. فانا ما بعتبرش ده تقصير، وكل احنا مهمتنا ان احنا بنحط بنزرع البذره الصغيره، بنحط اللبنه الاولى في تنميه الموهبه اللي عند الطالب، بنكتشفها وبنعمل لها عمليه صقل الى ان تصل. قد تتجه ويحترف الفن، وقد تظل موهبه مارسها وربنا من خلالها. يعني هو انا بالنسبه لي في عمل الهدف مش حته ان انا اطلع فنان، لا، انا بربي بالمسرح وبالانشطه الثقافيه والفنيه. فبالنسبه لي ده هدف جميل قوي. يعني هو اصل الهدف من المرحله التربويه مش اخراج فنان سوق يغني او يمثل في التلفزيون، لا، هو تربيه اخلاقيه حساسه، لان الفن احساس، الادب
اخلاق، فاحساس مع اخلاق بالرب جيل. يعني انا يعني الانسان اللي بيسمع كمانجا، صوت الكمانجا اخلاقه هاديه، بيرقي احساسه، بيرتقي الى مستوى انسانيه، في هدوء، في روح، في غير اللي يقول لك انا ايه المزيكا دي؟ لا انت انسان مؤفر بصراحه. يعني انت عايز تغلق كل ده، يبقى انت المغلق الاول. الفن والادب ده نوع من انواع الانواع التربويه، وانا واثق من الكلام. حد عايز يسال الاستاذه سهير عبد الغفور موجهه التربيه المسرحيه، اتفضل يا استاذ محمد. استاذ محمد جباره الصحفي الجميل، اتفضل. مفيش اسئله، بس ممكن اسئله اقول المواهب اتفضل. ليه ما بتعلنوش عنها؟ يعني الموهبه فعلا في المدرسه دي موهبه، ليه ما بتعلنوش عنها؟ اصل ما فيش مفروض لحته نعلن عنها. يعني احنا عندنا مسابقات في المسرح المدرسي، اعملوا سبوت عليها عشان الناس تعرفها وتشجع استاذ محمد حضرتك اللي هتعمل سبوت. احنا نتعاون مع حضرتك بقى، مع الصحافه ومع الاعلام ومع التلفزيون اسكندريه. هتبقى سعيده جدا ان في حفله او في تكريم لطفل او في مهرجان لاطفال وحضرتك تتوجد، لان حضرتك اللي بتعمل هذا الدعايه، وحضرتك الاستاذ محمد جباره رئيس مجلس اداره مجله الشرق الاوسط، طبعا الشرق الاوسط مدير عام جريده الشرق الاوسط ومدير مكتب اسكندريه. حبيب قلبي هي دعوه مفتوحه للسياده اللي شرفتنا. هاخد تليفون حضرتك وسيله التواصل معاك، واتمنى الاستاذه شوكار استاذه شوكار سعد، استاذه نجوى، اتمنى ان فعلا يبقى في اشكال الاظهار عن طريق الاعلام وعن طريق الصحافه. اتمنى يعني اتفضلي يا استاذه شوكار، اتفضلي. صحفيه وعالميه كبيره جدا، مذيعه برنامج هوائي في يعني ممكن تنزل اي موقع تاخد حديث مع الناس. اتفضلي. احنا عندنا ما تيجي هنا عشان اسمع بالميكروفون. لا عشان التلفزيون بتاعنا يصور، ما هو انت هتتكلمي في خفاء ليه؟ يعني الجمال ده ولا مش مظبوط؟ تحيه للاستاذه شيماء. بقول لحضرتك بالنسبه نعلن عن الموهبه، بالنسبه لمحمد عنده الشرق الاوسط، هو بنعمل احنا اكتر من موقع الكتروني وبنكتب عن اي حد هو محتاج ان احنا يعني نعمله شهره او دعايه. فطبعا مش الشرق الاوسط بس، احنا عندنا جريد اسرار. طبعا جريد اسرار موقع قوي جدا. عندنا عرب نيوز، عندنا مليل، انا بنسى صحفي ولا نيوز، مصر توداي، ايه تاني؟ قناة مصر البلد، الشعار الإخباري. لا في والله كتير. قناة مصر البلد. أنا قصدي أقول لحضرتك مش موقع أو جريدة واحدة، إحنا عندنا أكتر من حاجة، وإحنا حرام إن إحنا نكون موجودين والناس دي ما تظهرش. هو احنا ينقصنا بس يعني هي كانت فرصه ويرجع الفضل فيها طبعا الاستاذ مجدي ان احنا نتعارف. يعني فايده التجمعات الثقافيه من النوع ده انها بتعمل شكل من اشكال التواصل بيننا اكيد لفايده ولادنا. احنا امبارح كنا في مؤتمر صحفي اسمه ايه؟ مشروع الموهوبين. المشروع الموهوبين اللي اسمه عمرو علاء سوريا كتر المواضيع. كنا بنغطي المهرجان. طبعا كان في مواد كتير جدا من كل المحافظات. هو كان متبني فكره ان هو ياخد الموهوب من اي مكان يروح له حد عنده يكتشفه ويتبنوه وبيصنفوا الموهوبين صح يا زميل، ان كل واحد ليه تخصص معين بيحطوه في مجاله وبيعلموا بالتدريب وكمان بياخدوه يعني يوصلوه زي ما فناننا الجميل بيقول بيوصلوه للقمه وللشهره. طب احنا فين من ده؟ ما تكونش موجوده في مكان وعندي موهبه واقول مش شغلتي، لا احنا شغلتنا كلنا ان احنا الحلو نظهره قبل الوحش. شكرا استاذه شوكار، تحيه للصحفيه الجميله الاستاذه شوكار سعد. انا النهارده يسعدني تواجد هذه الشخصيه الجميله معانا. انا حضرت لها صالون مع الاستاذ محمد روتين في قصر تزوج سيدي جابر، وبصراحه كانت جايبه معاها مواهب مدرسيه في الشعر. انا كنت قاعد ملجم والله العظيم يا استاذ احمد، قاعد انت عارف ازاي
الله، امال الشعراء الكبار بتوعنا اللي عمالين يشتغلوا دول ده ايه ده؟ والله العظيم يا استاذ ايمان 5 سنين 5 6 7 12 سنه وتقول يعني اولا قصيده لغه عربيه خلاص بطريقه تمثيليه. وانا مؤمن بان الشاعر اذا كانش جواه ممثل مش هيقنعني، مش هيوصلني الكلمه لقلبي، مش هيوصلني. الفنان لازم يكون يعني في لمسه شموليه حتى، يعني ياتي بطريقه اغنائيه. يعني شوف الاستاذه منال قاعده تتكلم بالهدوء بطريقه مقنعه، دي شغلتها. ما اتحمستش، ما اتضايقتش، لا، في صدر رحب للفنان وللأديب وللإعلامي. حد عايز يسأل الأستاذة سؤال؟ يا أبو الرابح. في بعض المدارس الحكومية من ناحية نبدأ من أول ناحية. طب خدي المايك عشان اللي قاعدين في الشارع مش اسمع. العملي والبلاش والحتت دي مخفية خالص من ناحية إن احنا نطور أو نكتشف النجوم، يعني مفيش الموضوع ده هناك في المدارس. أقول لحضرتك حاجة، هو أنا بقول لسيادتك ولكل الحاضرين، أنا مش هدفي اكتشاف نجم، أنا بربي الولاد. التربية المسرحية يا جماعة، احنا دايما كنا بنسمع مقولة إن المسرح أبو الفنون، صح؟ المسرح أبو الفنون بالنسبة لنا احنا كتربية مسرحية مش من حيث النشأة بتاعت المسرح، من حيث احتوائه على جميع انواع الفنون. انا الطالب اللي بيجي لي النهارده بيقول شعر، لما بيقول شعر مش مجرد ان انا بديله قصيده جاهزه اقول له كده، لا، بيبحث في مجموعه من القصائد ويعرضها علينا. الطالب لما بحث في مجموعه القصائد دي تعرف على اسماء شعراء، قد تكون شعراء عاميه، ارى النجم وارى المبنودي، قد يكون ارى الويده. هقول لحضراتكم انا عندي ولاد حفظوا الاطلال وحفظوا النونيه ابن زيدون، يعني انا وسعت دايره القراءه واختيارات الولاد. دي زاويه. الزاويه الثانيه احنا عندنا شق مهم جدا يا جماعه في المسرح المدرسي اسمه مسرحه المواد الدراسيه. يعني احنا برضه بنساهم في دعم العمليه التعليميه وتبسيطها، لان حضراتكم عارفين ان احنا عندنا دروب كبير جدا في العمليه التعليميه. الطالب عندنا متلقي بدرجه كبيره جدا، فاحنا عن طريق المسرح المدرسي برضه خلينا الطالب مش متلقي سلبي، الطالب بقى ايجابي، بيعد درس ما في دراسات في العلوم ايا كانت الماده دي بيمسرحه، هو بيعمله على شكل حوار ومسرح، وبعد كده بيكون مجموعه داخل المدرسه بيؤدوا هذا الدرس ليهم محاصرتهم، ان الاولاد دول حفظوا لنا الدرس الى جانب انهم بعد كده بيؤدوه قدام زمايلهم. فبرضه ده شكل من اشكال دعم العمليات التربويه والتعليميه. يبقى انا محصلتي في الاخر كمسرح مدرسي مش هدفي ان انا اصنع نجم مشهور يتكتب عنه في الجرايد ويقول عنه التلفزيون، لا، انا بالنسبه لي ربيت الطالب، وسعت مداركه، خليته قادر على التعبير عن نفسه. الطالب النهارده اللي واقف على المسرح مثل امام جمهور، دي بعض اوقات الكبار بيعجزوا عنها، بيعجز عن انه يمسك ميكروفون ويواجه. فانا هدفي في الاخر مش صنع طالب مشهور، هدفي في الاخر ان انا ربيت شخصيه قادره على التعبير عن نفسه، قارئ ملم بما يحيط حواليه. بالنسبه للسؤال بتاع حضرتك بتاع الادارات النائيه، يعني انا هقول هو تحدي. جميع مدارس اسكندريه يا جماعه بدءا من اداره برج العرب الى اداره المنتزه فيها دروس ممسرحه، فيها مسرحيات قد تكون صغيره. هي برضه هنرجع للنقطه الاساسيه انها بينقصها الاعلان عن عمل الطلبه، انما بشكل فعلي بفضل الله يعني تم نشر المسرح المدرسي على مستوى جميع ادارات اسكندريه واخدين مراكز. يعني انا عندي اداره العجمي والعامريه في النشاط الصيفي وفي السنه الدراسيه السنه اللي فاتت واخدين مركز اول على مستوى الجمهوريه في مسابقات المسرح المدرسي. فبفضل الله تم نشره، مش هقول بنسبه 100% عشان ابقى منصفه، لا، يعني هقول مثلا بنسبه 70 الى 75% منتشر في جميع مدارسنا حتى في الادارات النائيه شعرا وتمثيلا. فده قدر من الرساله واتمنى نكون نجحنا فيه. وعن طريق حضراتكم بقى انا سعيده بالتعرف بيكم ان شاء الله. حته النشر بقى والاعلان عن هذا الموضوع تبقى مهم لكم، وطبعا يرجع الفضل فيها لاستاذنا الاستاذ مجدي مختار. شاكره جدا للاستضافه النهارده وسعيده قوي بوجودي مع حضرتك. تحيه كبيره للتقويه الجميله الاستاذه سميره غفور. وهتشوفوا دلوقتي تلميذه من تلامذتها وهي بتشتغل معايا دويتو هتقول ايه.
حنين خيري اتفضل. ذات بصمة متميزة أنا بحبها جدا. برضو زي حنين جمال عندها موهبة التمثيل وموهبة الغناء، وأنا بستغل فيها الفرصة. أنا راجل استغلال على فكرة الفرصة ديت وبطلع كل اللي جوايا. عسولة. مين اللي بيتكلم؟ مين اللي فتح؟ مكتوب اسمه سبعة. والله يا عمري أنا ما أعرفش غير العساسين. هنشوف دلوقتي دويتو جميل اللي عملت ايه في الامتحانات؟ الحمد لله. ايه؟ 6 قدامك قد ايه؟ السبت اللي جاي لا اللي بعدين. السبت اللي جاي لا اللي بعدين. ناوي تدعوا لها الله يخليك يبقى السبت اللي جاي بس الله يخليك. ادعوا لها عشان ما نطولش بس انا قلبي عليك سنة ستة ان شاء الله باذن الله الجاي الشمعة هتبقى سنة 7 ان شاء الله. والوزير هيتغير هيعملوا في ايه بالوصول حد يقدر يتكلم لو واحد عمل السنه تامنه هيقولوا كل وزير لسنه هيعملوا ايه بس لا احنا ان شاء الله باذن الله هي انا بقى كليه ايه؟ ده بيروحوا لهم ليه؟ خلاص صحيح يا ماما؟ ها عايزه طب؟ اهي ماما كانت لا هتضيع مني هتطلعي منها على المعاش يا اختي. يا رب يا رب نشوفها دكتوره جميله. عموما الدكتور بيتهم بتحبي القطط شكلك. تعالى يا حمار تعالى حلوين يا بنت. لا قطط الكلاب شوف طلع عشان قطط الكلاب شوف اللي بيحب حاجه بتخاف عليهم. هو هتقول طلع لسه عصفور ميت على ايدي. انا عارف بتحب طلع اللي بتحب. طيب هنشوف الدكتور ده بيقول ايه. ماشي يعني طيب خد المايك بتاعك خد المايك بتاعي ما تزعلش مني لو سبتك وروحت. ماشي تعبانة. طب ماشي هنروح مكان نقعد فيه. تعبانة. ايه؟ مفيش حاجة. طيب. طب انا هريح شوية. هتريح في الأرض؟ قوم نروح أي مكان نقعد فيه. في الشارع كده هتفضحنا. قوم. واحنا في الشارع. في الشارع. قوم بس منظرنا وحش كده. طب مش تقولي. طب عايز اشرب حاجة ساقعة. حاضر هجيب لك حاجة تشربها بس قوم من الأرض. عايز اشرب حاجة ساقعة. حاضر هجيب لك بس قوم من الأرض وما تفضحناش. وجيبي لي مصاص. حاضر هجيب لك مصاصة. من الحمر. حاضر هجيب لك الصدر كمان. ونص منه. حاضر قوم بس. فيها مستيكة جوه. ايه بتبصيلي كده ايه؟ مفيش حاجة قوم. طب انا اريح شوية. ايه بقى؟ مش قادر. قوم. بالظبط. دي كانت جوازة منيلة. قوم بقى. انت اللي هتفضحيني. قوم انت اللي هتفضحني من قعدتك في الأرض دي. انا ايه؟ عايزاك تقوم من الأرض. لا مش مين. يوه. هتجيبي لي مصاصة. هجيب لك مصاص. اشرب حاجة ساقعة. حاضر هجيب لك حاجة ساقعة. بعدين حاجة سخنة. حاضر. طيب. لا هريح شوية. يوه. ايه بقى؟ ايه؟ ايه بقى؟ ايه؟ ايه انت؟ انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ لا بص بقى انت هتضربيني. لا مش هضربك. لا هتضربني. مش هضربك. شكلك هيضربني. مش هضربك. لا هو انت اول مرة تضربيني. والله ما هضربك. طب بتبصي لي كده ليه؟ لا هتضربيني. ايه؟ 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 ايه بقى؟ ايه؟ 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 حب
حقنا موسى والعباس ده باين الفاس وعين في راس حلم. لا علم. معقولة يا ناس؟ ايوه صدقنا هنكذبوا ليه؟ ليه؟ ده حبك جننا يا سماكين. بالغيظ ده؟ حبك جننا يا سماكين. بعد الشر عليك أدمي أسيء أدلة. أنا عارف كنت عامل لك إيه؟ خوف من العزال. قول لي دلوقتي إزاي بصراحة هواك عدى الشباك ودخل لي لحد في أوضة النوم، وأما اتخضيت منه اتغطيت جالي في الأحلام يعاتبني بلوم. بصراحة هواك عدى الشباك ودخل لي لحد في أوضة النوم، وأما اتخضيت منه اتغطيت جالي في الأحلام يعاتبني بلوم. عداك اللوم. أبداً ده أنا عمري ابتدى مليون. لا عداك اللوم. أبداً ده أنا عمري ابتدى مليون. طب أنا غلبان. لا غلبان. حب